صباح الخير. النهاردة يعني تقريبا يوم أنا كنت بقالي سنين مستنيه. النهاردة يعتبر أول يوم ليا في حياتي، وصراحة في ميكس كده غريب من أنا مبسوط إنه آخر أول يوم وزهقان إن أنا هبدأ دراسة يعني. أنا مش قادر صراحة يعني. بس في نفس الوقت كان واحد جاي له إحساس كده اللي هو حاسس إن 4 سنين يعني عدوا بشكل سريع سريع جدا، يعني لدرجة إن أنا اللي هو إيه، حاسس إن أنا داخل السجارة على امبارح يعني. بس يعني نحمد ربنا ان احنا ايه خلاص، اخر الشابتر ايه. ف يلا بينا نبدا. وتقريبا انا بادئ يعني على حظي، احنا عندنا درجات متقسمه، يعني كل سيكشن هيبقى حاجه مختلفه. فانا هبدا سايكاتري، فانا اصلا مريض نفسي، يعني محتاج اصلا حد يعين نفسيا، فانا مش هدرس حاجه. انتوا فاهميني صح؟ يلا سلام عليكم. ما عندكش جوجل؟ عندي جوز. ماشي. في بقى ممكن اللغة تضيف صعوبة زيادة. اللهجة. النهارده واخدين محاضره سايكاتري، بقالنا ساعتين بيتشرح، وصلنا لمرحله ان انا ودني بتنزل دم وبعرق. انت ايه تقييمك؟ المحاضرة 80 سلايد يا جدعان، تمام. بعيد عن 80 سلايد الدكتور ما شاء الله يعني ما بيبطلش. شغال، تمام. وكل حاجة عليها مثال، يعني دي حاجة انا غريبة. انا لا انا اول مره كده انا كنت مقتنع ان انا مريض نفسي، بس يعني اول مرة تأكدت. اتشخص. لا يعني اول مرة اتشخص. لا يا اسطى، انا اول مره احنا بقالنا 5 سنين اهو، انا اول مره ايدي توجعني من الكتاب في المحاضره. يعني اظن مثلا كنا محاضرات البطن وكده ممكن نطور فيها، اما المره دي شكلها سنه عنب. ربنا يستر. توثيقا لل لاست اليوم فيرست داي، تمام. وخلاص اخر سنه اهو في المسيره. والسيكولوجي طلع اسوأ شيء يعني. بس مش اسوأ حاجه، طالعين اتنين الشبيه صلوحه ابو صلاليح. بس الحاجه اللي متفائل بيها ان يعني 4 سنين عدوا اهو، السنه دي ان شاء الله ما تبقاش وحشه، ونوصل اللي احنا عايزينه انا وانت باذن الله. ونشتغل في نفس اوضه العمليات ان شاء الله، في نفس التخصص اللي احنا عايزينه نحقق باذن الله. باذن الله. فممكن يكون الفيديو ده توثيقا ان شاء الله، مثلا بعد 3 4 سنين نرجع نشوف الفيديو ده ان شاء الله تاني لما ينزل على اليوتيوب، ونفتكر احنا حققنا باذن الله. السلام. لسه راجع من الجامعه، ويعني صراحه كان يوم تقيل تقيل يعني. السكاتري تقيله موت. حاسس ان انا جاي النزيف او ودني قاعد نزل دم من كتر يعني عارف احساس لما يعني البط بلد كده تقعد تحشي فيها، ده اللي حصل فيها النهارده بجد يعني. بس برغم كده صراحه كان السايكاتري يعني كان ممتع، يعني مش اسوأ حاجه، لا بجد هو كان ممتع. حتى مثلا لما بنتكلم عن الاكتئاب والحاجات ديت كان ممتع جدا. وانا وشباب اتصورنا بمناسبه ان ده يعني اخر اول يوم في حياتنا. بس يلا بينا بقى نكمل، نرجع للواقع ونشوف هنعمل ايه في محاضرات النهارده ديت. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قعدت اذاكر شويه، وكنت يعني صراحه بحضر لبرزنتيشن عندي بكره. وما تسالنيش برزنتيشن ايه في تاني يوم، ده الطبيعي بتاع طب. يعني انت ممكن اصلا تخش تمتحن في حاجات انت مدرستهاش، عشان احنا يعني يا جدعان احنا بنخش طب، فمش عشان احنا بنفهم في كل كده. طبعا لو الدكاتره شرحهم كويس، عشان لو حد لو دكتور يعني لا قدر الله في يوم من الايام يعني دكتور شاف الفيديو ديت ما يفخنيش في الاوسكي، تمام. الاوسكي ده اللي هو الامتحان العملي بتاعنا يعني، يبقى شافه يعني. فمش تقصير على الدكاتره اللي عندنا، انا خايف. انا خايف ما اقدرش. بس فيما معناه ان احنا معظمنا بيعتمد على ايه، يعني بيسمع السورس الاولاني هو دكاتره الجامعه، بياخد اوفر اول فكره عامه كده، ويبدا بقى يتعمق مع نفسه هناك في البيت بقى، يقعد يسمع مصدر او اتنين وتلاته. المهم ما اطولش عليك، انا شفت موضوع يا جدعان اقسم بالله انا ما كنتش متخيل ان هو يعني بالخطوره ديت، ان ممكن ست تقتل عيالها وتقتل نفسها وتقتل اولادها. ده انا ما تخيلتش ان حاجه زي كده، او ازاي بني ادم ممكن يعمل حاجه زي كده. وال يعني عشان تبقوا فاهمين، هو
ده كله ممكن يحصل نتيجه حاجه اسمها الاكتئاب ما بعد الولاده. وكنت بفكر ان الاكتئاب ما بعد الولاده اللي هو الدبريشن العادي، اللي هو الاكتئاب العادي ممكن يجي لاي حد او كده، فلا اللي هو في مثلا معظم الستات بعد الولاده بيبقى فيه شويه زهق وبتاع. بس طلع في حته كده لو موجوده عند ست، هنا ممكن توصل لمرحله اسمها السايكوزز، اللي هو ممكن ست تقتل نفسها وتقتل ولادها وتقتلك انت شخصيا وانت مالكش اي ذنب، ما بتعملش اي حاجه، بس انت ممكن تقتل عادي يعني. حظك، هتعمل ايه؟ طب يعني انا هاجي بقى بالحته اللي انت محتاج تكون عارفها، سواء كنت شخص متجوز يعني زوجتك على وش ولادك، حد من اهل بيتك، المهم يعني في حد يعني حواليك يعني تعرفه يعني، على ولاده او كده. امتى الست تشك ان هي ممكن تصاب باكتئاب بعد الولاده؟ بعد ما الست تولد غالبيه الستات حوالي 70% منهم بيحسوا بشويه زهق، خوف، توتر. وده عادي يعني، ده شيء شائع، مثلا مجرد بس الكلام معاها وكده الموضوع بيروح. بس اول ما الست تقول لك ان هي مش حاسه ان البنت او الابن دولت ابن او بنتي، فلا انت هنا تخاف. مش تخاف ان هو لا، انت فعلا هي في اللحظه ديت لازم استشاره نفسيه، لان الست ديت ممكن تكون عندها اكتئاب ما بعد الولاده. والموضوع ممكن يوصل لمرحله اللي هي يعني حد كان في حادثه مشهوره في محافظه الدقهلية تقريبا يعني، حاجه زي كده، ان ست ذبحت اولادها وكانت بتحاول تنتحر. فممكن الست توصل للمرحله ديت عادي. تمام. فانت دورك كزوج لازم يكون يعني عندك الدور ده، انك انت تكون متابعها بعد الولاده، هي حالتها النفسيه عامله ازاي. لان يعني بصراحه انا لما درست سايكاتري وكده، مع انه هو يعتبر علوم مخدة، شويه معلومات كتيره، بقى الدكتور قعد يشرح 5 6 ساعات يعني، فواحد مخه اتملى. بس يعني ما كنتش اتوقع الموضوع يعني ايه، وانا بحضر الداتا الموضوع بالصعوبه ديت. فانت المفروض اللي تعمله بص يا باشا، هي اول ما تيجي تقول لك كده انا زهقانه ومش عايز الولاد ديت، الولاد دي مش ولادي، هتعمل حاجتين ان شاء الله. تروح توديها، لازم دي حاجه لازم توديها سايكاتري، دكتور نفساني ولا حاجه، عشان الموضوع بيتلحق في الاول خلاص. تاني حاجه انك تروح تنام فوضى تانية. تمام. وتاخد عيال بطن مع فوضى تانية. المهم انك تضرب من البيت يعني. وطبعا بهزر يعني، بس لا لازم لما ست تقول لك ان هي مش حاسه ان انت ده انتهى، مش حاسه ان ده ابنها، او ممكن تقول لك ان هي حاسه ان هي عايزه تاذيه، ولازم يكون في زي رابطه كده انك تتكلم معاها كتير بعد الولاده لحد ما حالتها النفسيه بقى وتستقر وكده. وبس. انا صراحه مش عارف اركز شويه في المذاكره، وغالبا يعني هطلع اذاكر بره وكده، فيلا بينا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. انا لسه جاي دلوقتي ويعني خلصت محاضره بالعافيه يعني، في اللغه بالعافيه. وصراحه يعني هو عارف احساس انك انت عايش في يعني في كليه مخلياك عايش في كل واحده يعني. مثلا النهارده لما نزلت لقيت الناس كلها بتذاكر عندها ميد ترم وبتاع، وفي جو اللي هو يا جدعان هو في عشان انا لسه بادئ دراسه في شهر 11. فيعني اللي هو حاجه في قمه الوحدانيه. ولما تيجي بقى ايام شهر 7 و8 وكده، وكل الناس واخده اجازه وانت قاعد زي الكلب بتذاكر وبتعيط كده اهو في ركن يعني تاخد اللي هو في زنقه كلب اعور حزين يبكي في الصمت، دي بتبقى الزنقه ديت. فالصراحه الواحد بيحس بوحده شويه في الموضوع ده. بس في نفس الوقت يعني كنت عايز اتكلم عن حاجه كده، ان كل واحد فينا بيبقى عارف ازاي يعني يجبر نفسه انه يعمل حاجه او يشتغل. يعني مثلا انا النهارده ما انا لقيتني مش بذاكر في البيت، ولو انا قعدت وما ذاكرتش او راكمت كتير وعدى يوم 2 3 ما ذاكرتش حتى، فانا هزعل يعني، هزعل وهتهان اهانه جامده. وخصوصا ان صراحه السايكاتري كبير قوي يعني، لما صراحه الدكتور النهارده قعد حوالي 6 ساعات تشرح، فانا فاهمين نفسيتي تعبت شويه النهارده، انا بجد نفسيتي تعبت النهارده يعني الملك. فقلت اقعد اذاكر مثلا بره شويه، عشان انا عارف ان انا مثلا بره لما الاقي الناس كلها تذاكر كده فهجبر نفسي ان انا اذاكر يعني.
الحمد لله يعني خلصت، ممكن اكون خلصت محاضرة يعني بالعافية، بس يعني آه المقصد من كلامي ان كل واحد فينا بيبقى عارف هو ازاي يجبر نفسه انه يشتغل. ف... مش هنصيع على بعض، يعني انت عارف انك انت لو عايز تشتغل هتعمل واحد اتنين تلاته اربعة، بس نفس الوضع آه يعني لازم تبقى عارف ان الراحة مهمة زيها زي المذاكرة او زيها زي الشغل. تمام. يعني انا شخص مثلا كانت من الحاجات اللي بتوقعني وبتخلي نفسيتي تخبط جامد في السنين اللي فاتت، خصوصا مثلا سنه رابعه ان هي كانت سنه كامله، آه اني كنت بذاكر كتير بس ما باخدش راحه، يعني مفيش فترات راحه، راحتي بقعد على الموبايل، الموبايل ما تعتبرش راحه، لازم يبقى فيه جزء تمشي، تعمل رياضه، تخرج مع اصحابك، حاجه زي كده. وفي نفس الوضع ده مش معناه انك انت تفضل في راحه كتير، يعني انك لو فضلت في راحه كتير هتلاقي نفسك انك ترجع للشغل تاني هي بقى اصعب. فاهمين الفكره ديت؟ انك ترجع بقى تشتغل تاني وكده وبتاع، لا الموضوع صعب قوي. فبس يعني الفكره، النصيحه اللي انصحها لك انك ما تاخدش نفسك وتشد عليها قوي قوي، وفي نفس الوقت ما تريحش قوي، يعني خليك في زون في الوسط كده، وانت عارف انك ازاي هتجبر نفسك حاجه زي كده. انا عن نفسي ما بعرف، معظم زينا في الطب بعرف، بس احنا بنحب نعيش في اللي هو ايه، يا اما زون الراحه يا اما زون الاكتئاب، هو حاجه من الاثنين، وسطيه او في النص لا. وانا شخصيا انا بقول الكلام ده ليا بقول لحد يعني. وصراحه شكلنا هنبدا في محاوله ان احنا نرجع نصحى الفجر تاني ونكون بني ادمين كده، لان انا شبه الزومبي، يعني انا ما يغركش ان انا شكلي يبدو، او ممكن يكون شكلي باين ان هو مش عارف صراحه، بس انا حاسس ان انا مخي حاليا في نار. فاهمين الشعور ده؟ فشكلنا هنبدا نرجع نصحى الفجر تاني، ونحاول ان شاء الله نبدا نصحى، لان صراحه موضوع الصحيان الصبح ده أنا بحس ان انا اليوم كله عندي سكون داخلي كده واعصابي هاديه بشكل مش طبيعي. والنهارده نهايه الفلوج بتاع اخر اول يوم دراسه، وان شاء الله نلتقي فيديوهات كثيرة وفي مواضيع كتير هنتكلم فيها إن شاء الله. وبس، السلام عليكم، متنساش تصلي على النبي، متنساش تعمل سبسكرايب لايك، والسلام عليكم.